ناكل إلو ما أبي 24 ساعة أصل بيار وبيشارك يخا بكون وأباها بدولتان تسمعوا بيدنك قالوا نبيدك بن تسمع أمس خدي ما في أمس خدي حق أبي سروكي خجيانا إن شاء الله سروكي مدلمة تجاي بي سروكي خا تم سروكي مدلمة دبنا دولتان تنبي ولا بسروكي عمركي كيري لا إلو هبونا بي إلو بستانا كيري لا خطة وإلو أمك بستا كيري لا حياة نقطة كنت جاني مذهبي أمك بشا كيري لا وبي سروك جيانا وبي كيري لا جيانا أمك بشا كيري لا بحياة نقطة كنت جاني مذهبي. العدو التركي كرر تجربته اللي فشل بها قبل بحفتانين، وان شاء الله راح يفشل هالمره. احنا نساند قواتنا ونشجعهم، وهي المؤامره من 21 سنه ما زالت مستمره. تآمروا قبل على القائد واساسين يتآمرون على الشعب مشان كسر حريه واراده الشعب والديمقراطيه، مشروع الديمقراطي اللي قام بشمال وشرق سوريا، وان شاء الله راح يتعمم على جميع المناطق. عاش القائد آبو، عاشت حفتانين، عاش الزاب، عاشت أباشين. شهيد رومتها قالونا صاغ التجاري رامي. ولأن القائد أوجلان تبنى إرادة الشعوب، تحرر الشعوب من الاضطهاد والاستعمار، كانت نتيجتها تعرضه لمؤامرة 15 شباط التي كانت مؤامرة دولية. التجريد والعزلة المفروضة على إندالي هدفها إبعاد القائد أوجلان عن المنطقة، لأنهم يدركون بأن فكره هو الحل لكافة الأزمات التي تعاني منها المنطقة. الهجمات والاحتلال الذي تعرض له الشمال السوري في عفرين، جريسبي، سريكانية ما كان إلا خوفا من هذا المشروع الديمقراطي الذي يمكن أن يفتك بالمشروع الاستبدادي التي تقوم بها الأنظمة العالمية. الهجمات التي كانت ولا زالت تحدث في جبال كردستان كانت بداية الخوف من تحول هذه الحركة إلى حركة عالمية، فلم تعد حركة حرية كردستان حركة كردية، ولم تعد حركة شرق أوسطية، بل تحولت إلى حركة عالمية. من ناحية أخرى، الانتصارات التي حققتها قوات الجيريلا سابقا في معارك حفتانين، غاري، وقبلها في زاب، اليوم تحاول الدولة التركية أن تعوض خسائرها في المعارك السابقة. اختيارها لتاريخ قيام السلطنة العثمانية بقيامها بالمجازر بحق الشعب الأرمني المسالم، مجازر السيفو، إنما يبغون أن يقدموا لنا هذه الرسالة. كانت القومية أو الشعب الأرمني غدا، اليوم ستكون على الشعب الكردي، وغدا ستكون على كافة شعوب المنطقة. نحن على قناعة تامة بأن الانتصارات التي حصلت في حفتانين سابقا ستكلل اليوم في متينا وباقي جبال كردستان. أقول لأولئك المرتزقة الخونة التابعين لحزب الديمقراطي اللا كردستاني الذين سمحوا للجيش التركي باستعمال أراضي كردستان والهجمات على قوات الجيريلا، بأن تاريخنا الكردي كان فيه خطين بارزين، كانت فيه خط المقاومة والتي تمثلها اليوم الجيريلا، وخط الخيانة الذي يتبعه الحزب الديمقراطي اللا كردستاني. إننا كشعب كردي لن ننسى أبدا هذه الخيانة التي تقومون بها. نقول لقوات الجيريلا مبارك لكم، مبارك لكم، مبارك لكم انتصاركم الأكيد. عاشت قوات الجيريلا، عاش القائد عبد الله أوجلان، عاش القائد عبد الله أوجلان، عاش القائد عبد الله أوجلان.